السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعين القناة، النهاردة هنعمل عصير جوافة بالأفوكادو. احنا كان عندنا عصير عاملينه جوافة، هنضيف عليه قطع الأفوكادو بعد ما شلنا منها النهاية بتاعتها. ادي النهاية بتاعت الأفوكادو والقشر بتاعها. هنضيف قطع الافوكادو مع عصير الجوافة، وهنضربه في الكبة كده وهنشوف طعمه هيبقى ايه. نغطي الكبة نضرب العصير بتاعنا في الكبة نشوف السكر محتاج سكر ولا محتاج ايه. لا والله هو كده بس، يعني ممكن نخففه شوية لان هو كده سميك. نضيف عليه شوية مية ونغطي تاني ونرجع نضرب العصير بتاعنا. عصير ممتاز وجميل. هنصبه في الكوباية حبايب قلبي. ده كان العصير الافوكادو بتاعنا، على فكرة طعمه خطير جدا. يا رب يعجبكم، وبتمنى ان انتوا تعملوه لاولادكم في البيت، لان عصير الجوافة مع الافوكادو عصير مفيد ومغذي جدا، وطعمه كمان يعني مقبول وجميل جدا جدا جدا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وطبعا باقي العصير عندنا موجود في الكبة، وعندنا بقية الافوكادو. منين ما نحب نعمل عصير افوكادو مع المانجا او افوكادو مع الاناناس او مع الفراولة بيتعمل ويبقى شكله طعمه خطير جدا جدا جدا. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة،
يا رب يعجبكم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر جديد في فيديو آخر. لكم مني ألف تحية وألف سلام.